في كرة القدم الحديثة، تغير دور المدافع جذريا. لم يعد المدافع مجرد لاعب يعيق المهاجم ويدافع عن مرماه، بل أصبح جزءا أساسيا من بناء الهجمة وصناعة اللعب. في الماضي، كان التركيز على القوة البدنية والقدرة على التدخل بقوة لإبعاد الكرة. أما الآن، فالمهارات الفردية مثل التمرير الدقيق، والرؤية الشاملة للملعب، والقدرة على التقدم بالكرة للأمام أصبحت لا تقل أهمية. أصبح المدافع العصري يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، ويساهم في الضغط العالي على الخصم واستخلاص الكرة في مناطق متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تطورت أساليب الدفاع لتشمل الدفاع بالمنطقة والضغط المنظم، مما يتطلب من المدافعين التمركز بشكل صحيح وفهم تحركات زملائهم. هذا التحول يعكس التطور العام في كرة القدم، حيث أصبح اللعب أكثر سرعة وتكتيكية، ويتطلب من جميع اللاعبين، بمن فيهم المدافعون، أن يكونوا أكثر تكاملا ومهارة. هذا التطور ظهر جليا في بداية الألفية الثانية وتحديدا بعد عام 2053.